بسم الله نبدأ وبالصلاة على رسول الله نرتب قلوبنا ونغرد وبالأهل نفرح ونسعد. مليون مبروك للأهلي، الفوز 3-0 على أوكلاند سيتي في أول مباراة في كأس العالم للأندية بالمغرب، والأهلي هايس والزمالك لايس. الأهلي بيغرد وبيلعب وبيفوز وبيبدع وبيفرح مصر كلها في كأس العالم في المغرب بالفوز 3-0. والزمالك رئيسه واخد شوية بلطجية ورايح عند اتحاد الكورة يبلطج هناك ويتضرب هناك. مليون مبروك للأهلي، مليون مبروك يا أهلوية. الحمد لله فوز مستحق ولعيبة رجالة وما شاء الله تبارك الله، الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو 3 أهداف، مفيش أروع من كده. ما شاء الله تبارك الله، مليون مبروك وعقبال المباراة اللي جاية يا رب. وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون مركز متقدم عن كل سنة. إن شاء الله بإذن الله تعالى نكون الثاني ولا الأول يا رب يا رب، مش كتيرة ولا كبيرة. هو ده الأهلي، هو ده الأهلي اللي بيحاربوه في مصر، هو ده الأهلي اللي سايبينه للصفيحة، للمخ لاسع، للشايب العجوز اللي عنده اكتر من 80 سنة، اللي رجله والقبر عمال يشتم شمال ويمين ويشتم في الكبير ويشتم في الصغير. ودولة مصر سايباه ليه؟ والله ما عارف. فإنما الأهلي الوحيد اللي مشرف مصر، الوحيد اللي رافع اسم مصر. شوف الاستاد كان فيه كم مشجع النهاردة من المغرب ومن الدول العربية علشان الأهلي. منتخب مصر نفسه من ساعة الاتحاد المصري ده ما مسك، ومن ساعة وزير الشباب والرياضة ده ما مسك أشرف صبحي، والاتحاد والمنتخب المصري في الضياع، جايب لنا العار بره، مفيش أي نتيجة ولا أي بطولة ولا أي حاجة. إنما المشكلة إن الأهلي هو اللي بيفرح مصر وهو اللي بيجيب بطولات لمصر. وبالمناسبة بشكر كل الزملكاوية المحترمين المحترمين اللي كانوا بيشجعوا الاهلي النهارده، وانا عارف ان هم فئه قليله، هم كانوا بيشجعوا الاهلي النهارده وكانوا داعيين ان هم يشجعوا الاهلي ويدعوا الزملكاويه لتشجيع الاهلي. واخص بالذكر اخويا وحبيبي الصحفي الجميل عبد العال هلال، الزملكاوي الجميل اللي نزل بوستات ومناشير وقال لك نشجع الاهلي وندعم الاهلي. هم دول الزملكاويه الرجاله، هم دول الزملكاويه الصح، هم دول الزملكاويه المحترمين النضاف. اما الزملكاويه التانيين اللي شكل رئيس ناديهم دول بعيد عننا، الله يسهل لهم. فده الاهلي الحمد لله فوز في كاس العالم، بيفوز في كاس العالم، بطولة كاس العالم، مش الدوري المصري ولا الكاس المصري ولا افريقيا، في بطولة كاس العالم للأندية. بيفوز في أول مباراة النهاردة 3-0، وفوز مستحق. محدش يقول لي الفريق التاني ضعيف ولا مش ضعيف. الاهلي ما ادالوش فرصه يظهر قدراته ان هو كان ضعيف او مش ضعيف. اللعيبه ما شاء الله ما شاء الله، رجاله رجاله رجاله، والجهاز الفني بقياده كولر تبارك الله، ما فيش اجمل من كده. هو دي الاهلي، هم دي الاهلي ودول الاهلاويه. الزملكاويه يراجعوا نفسهم بقى. يعني امبارح كان 31 يناير، وكده اللاعبين في الكده الشتوي بادئ من 1 يناير لحد 31 يناير، 31 يوم. كل الأندية سددت الفلوس اللي هم المفروض يسددوها لاتحاد الكرة، وفي اللي جدول مش قادر يدفع جدولهم على أقساط إلا الزمالك. فضل شهر ويوم ولا راح سجل ولا راح سدد ولا راح عمل، واتحاد الكرة بعت له قال له تعالى جدول، تعالى ادفع اي مبلغ. عليه 80 مليون، الزمالك عليه 80 مليون ديون مستحقة لاتحاد الكورة، فلوس دولة. اتحاد الكورة اتصل بيه وقال له تعالى سدد لو 15 مليون من ال 80 ونجدول لك الباقي. نفض وقال لك الدولة بتاعتي وانا هعمل كل حاجة. واشرف صبحي ووزير النقل هيأيدوا لي غصب عنهم اللعيبة.
فضل لحد اخر نص ساعة امبارح الساعة 12 بالليل، 11 ونص، وخد شوية بلطجية وراح عند اتحاد الكورة وقال لك لازم أأيد. اتحاد الكورة خلاص طلع بيان وقال لك خلاص انت ما دفعتش الديون بتاعتك، وقف القيد ومنع القيد وطلع بيان في كده، خلاص لا رجعة فيه. يعني الزمالك مش هيعرف يأيد أي لعيب من الجداد، عنده 3 لعيبة مش هيأيدهم، كل لعيب هيرجع للنادي بتاعه تاني، ورايح يبلطج هناك ومضربات وشتايم ويشتم في رئيس اتحاد الكورة ويشتم ومهبل في كل مكان. حتى الإعلاميين طلعوا دلوقتي فين بقالهم كام سنة سايبينه، إبراهيم فايق وهاني حتحوت وكل الناس دي طالع يشتمهم بأمهم ومبهدل الدنيا. راجل بذيء اللسان وراجل صليت اللسان وراجل شايب رجله القبر، خلاص 85 سنة مش قادر يمشي، أقسم بالله ما بيقدر يمشي. راجل ما عندوش كرامة وراجل ما عندوش بطولات، ولا راجل ما كانتش الدولة سنداه ولا اتحاد الكرة سنده على ما خد الدوري اللي فات والكاس، ولا كان هياخد أي حاجة. هو كل اللي همه سمسرة، وهيموت هيموت علشان الصفقة اللي جبناها من الجزائر. القندوسي قعد 15 يوم بعد سمسار سوري، والسمسار عاوز 15% من الصفقة. طبعا السمسار ال 15% دول للصفيحة للزلنطحي للمخبول، مش للسمسار. الخطيب دخل في لحظة بمكالمة منه من رئيس نادي لرئيس نادي، خلص الصفقة. رجع بعدها بقى هو رئيس النادي الصفيحة ده يتصل على رئيس نادي الجزائر ويقول له انا عاوزه، ورفع في السعر اضعاف ما الاهلي خد. قال له لا يا حبيبي خلاص، احنا ادينا كلمة للكابتن محمود الخطيب وما نقدرش نرجع فيها. ما انت بتلعبنا بسمسار وعاوز 15% من الصفقة، بقالك 15 يوم. 15% كتير، اي صفقة العمولة فيها 2.5%، 2%، 3%، ده عاوز 15% للصفيحة طبعا وولاد. هو ده الفرق بين الاهلي والفرق بين الاهلاوية وبين الزمالك والزملكاوية برئيسهم المختل لهبل. ومليون مبروك للاهلي والاهلاوية والمصر كلها، والمصر والافريقيا والعرب. فوز الاهلي النهارده وان شاء الله يكمل على خير يا رب، يا رب يوصل. نفسنا في النهائي، نفسنا في النهائي. دعواتكم للاهلي. باي باي.